يعني يقول لك الحين مثلا والله فلان يعصي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى معطيه، وأنا والله أطيع الله عز وجل وكذا وأسأل ما يعطيني. فهل معناته أن الله، طبعا السؤال يا جماعة احنا لو فهمنا القرآن ما سألنا هذا السؤال. يعني فرعون الله سبحانه وتعالى معطيه الملك، ومحمد عليه الصلاة والسلام يطرد من مكة والمدينة ويربط على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام من الجوع. طبعا شوف الآن البنت اللي في النص هذه عندها مشكلة مثل الواحد فينا لما يدعو ما استجيب له الآن. نعم. فضايق صدر الآن لأنها طلبت من أبوها شيء وأمها فرفضوا، وإحنا نطلب من الله أحيانا وما يعطينا. الله. لو نشوف الصورة الثانية نقول ليش الحين زعلنا هذول كلهم؟ شوف الصورة الثانية الآن، هذه البنت نفسها كانت تبغى تاخذ أدوية تظن أنها ألعاب وحلاو، فكانت تبغى تاكل، فالأم والأب منعوها، فعشان كذا زعلت وضاق صدرها كيف تمنع من شيء تبغاه هي. فالأولاد كلهم زعلانين معها. هذا بالضبط حالنا، نبغى شيء نظن أنه حلو ونظن أنه صح، ولو أعطاناها الله عز وجل قتلنا. الحين ليش الأم والأب هنا يمنعون ليش منعوا البنت والأب؟ هي شايفة أنها قضية حلاوة وكبسولات وكذا، تبغى تتمتع، فهي طالبة شيء تبغاه تظن أنه إيش ينفعها. لكن الأم والأب يحبونها ولا ما يحبونها؟ يحبونها. طيب ليش منعوها؟ يعني الله عز وجل قد يحب عبد ويمنع منه خير، لأنك أنت ما تدري. أنت طلبت أنت بالضبط مثل هذه البنت الصغيرة، أنا وياك، والله عز وجل علم في علمه. يا سلام. الأم والأب يوم علموا صار عندهم الآن حكمين، حكم علم وحكم رحمة وحب. الرحمة والحب تقول لي أنا أعطيك اللي تبغاه، لكن لما يكون أمر يضرك لا أنا ما أعطيك إياه. طيب تزعل، ازعل. لو كان الأم والأب هذه يكرهون البنت هذه وهي من أعدائهم كان قالوا تفضل، والله سبحانه وتعالى يعطي، ولله المثل الأعلى، يعطي الكافر ويعطي الفاجر لا لحبه، لكن عشان نوفيك أعمالك هنا ما يصير لك هناك ولا شيء طالبنا فيه، تقول يا رب أنا قد سويت حسنة، خذها الحين هنا.